في عام 2011 بدأت ثورة كبيرة في أغلب الدول العربية باسم الربيع العربي. تونس، سوريا، اليمن، مصر، السودان وليبيا، كل هذه الدول صارت فيها عملية ثورة اللي على أساس هي مظاهرات سلمية يحتجوا فيها الناس على الحكومة والركود الاقتصادي في الدولة. ولكن اللي صار بعد هذه المظاهرات هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة: حروب وقتل الأبرياء وقصف البيوت والمنازل، وكل هذه جرائم شافتها ليبيا وسوريا واليمن والسودان. لكن اليوم تركيزي على ليبيا. فليبيا من بداية المظاهرات عام 2011 حتى 2016 ممكن كانت أراضي حرب، ميليشيات، دواعش، ناس عندهم أسلحة تلقاهم في الطريق عادي، لا تعرفهم مع الدولة لا تعرفهم مع من، وتلقاهم منتشرين في كل مكان، يعني لا أمن ولا أمان. ولو أنا كنت شخص في أي دولة برا ليبيا مستحيل نفكر حتى 1% إني نزورها. ليش أصلا نزورها؟ كل هذه الحروب وتبين نمشي لها، هذا انتحار واضح. ولكن من 2017 2018 حتى 2022 بدأت تنقص هذه المنظمات بشوية، وبدأت ليبيا تستقر وبدأ الأمان يعود لليبيا، وبدأت ليبيا تعود على الخريطة بعد ما كانت شبه مهجورة. فشن صار على ليبيا حتى وصلنا لمشاريع عودة الحياة، وبدأت السياحة تعود بشوي بشوي، والناس اللي برا والمشاهير اللي لهم فترة كبيرة مع شافوا ليبيا وما يبوش يمشوا لها بسبب أكيد الحروب بدوا يجوا ويصوروا هنا. نعم، اليوم الفيديو عن عودة السياحة في ليبيا. طبعا ليبيا قبل كانت من أفضل الدول في شمال أفريقيا من الناحية السياحية بسبب تاريخ الدولة الكبير والعريق والآثار الواجدة اللي في ليبيا، واللي تعتبر أماكن تاريخية جميلة ولها تاريخ كبير. ولكن كيف ما قلنا ليبيا تعرضت للكثير من المشاكل والحروب اللي خلت السياحة فيها معدومة تماما. والشيء اللي ممكن غافلين عنه الناس أن السياحة هي شيء مهم جدا للدولة أكثر مما تتوقع، ويخلي الناس من جميع أنحاء العالم تعرف الدولة. على سبيل المثال لو سألت شخص أجنبي عن مصر بيعرفها، والسبب هي الأهرامات اللي هي أكبر معلم سياحي للدولة. لكن لو سألت نفس الشخص عن ليبيا يقول لك مش عارفها وما عندش أي فكرة حتى عن موقعها في الخريطة. ممكن يجيك واحد يقول لك أوه ليبيا مؤامر القذافي، ممكن تقول إن الأهرامات معلم كبير جدا ومن عجائب الدنيا السبعة، أكيد بيعرفوه وبيعرفوا إن في مصر. حتى تعالي دولة ما عندهاش معلم سياحي كبير مثلا المغرب بيعرفوها. ليش؟ ممكن بسبب جابوا الربع في كأس العالم 2022، وممكن بسبب إنها دولة عندها مناطق جميلة. من ناحية الرابع في كأس العالم هذا جهد من الدولة ودعم من الاتحاد الكروي في دولتهم، لأنهم عارفين تأثير كرة القدم على السياحة. يعني هذا الشيء دارتها الدولة باش تطور السياحة فيها. ومن ناحية المناظر حتى ليبيا فيها مناظر طبيعية جميلة وفي ناس تبي تمشي لها، لكن كيف ما قلنا السياحة في ليبيا أضعف من الدول الأخرى. ونعود ونقوله أن بسبب الحرب اللي صارت في الدولة. ولكن حاليا البلاد انتهت من الحروب وصارت أمن وأمان، لكن قاعدة السياحة ضعيفة. ليش؟ لأن الناس اللي برا الدولة ما عادش تندري عن ليبيا شن صار فيها، وقاعدة حسابها في حرب. فكيف نقولوا للناس ان ليبيا صارت امان ودولة متطورة؟ اكيد احسن مكان هو مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك الدولة تجيب اشخاص مشاهير في الدول العربية الاخرى ويقولوا لهم يصوروا مقاطع هنا ويزوروا المناطق التاريخية وغيرها. وبما انك جايب شخص مشهور ومعروف وعنده متابعين من جميع انحاء العالم يخلي الناس تعرف ان ليبيا صارت امنة. لذا شفنا اشخاص زي محمد عدنان، ابو سروال، وبلال حداد، وايضا هاشم حسن وممدوح نصر الله يزوروا بنغازي ويوثقوا الحدث اللي مدعوين عليه، وايضا يزوروا كيف ما قلنا المناطق السياحية. وايضا شفنا الدحيح واحد من اكبر المؤثرين في الوطن العربي يزور طرابلس ويعطي محاضرات غادي. لكن اغلب الناس مش عجب هذا الشيء، زي خونا عبد الله المنتصر اللي قال اعطيني 150 نقول لك في دولة تجي بعدنا في التقدم اسمها سويسرا. الدحيح صامت 100,000 دولار، عند الحق يشكر ويطبل. طبعا المبلغ مش عارف لو كان حقيقي او لا، لكن لاحظت ناس واجدة تقول كيف يدفعوا مبالغ زي هذي على ناس تافهة ويعطوهم هدايا كبيرة. لكن سامحني اخوي المشاهد ان حاليا التفاهة هي اللي متصدرة مواقع التواصل، والدولة تبي توصل فكرة ان ليبيا متطورة لناس واجدة، لذلك بتمشي للناس اللي عنده متابعين واجد واللي للأسف هم تافهين. بالله عليك كان هذا ليش شخص زي مثلا فاضل العوامي عنده مشاهدات ولايكات وياخذ فلوس أكثر من أشخاص يقدموا في محتوى هادف ونظيف زي مثلا طه الجواشي يتابعوا في فضل اللي يكبس في اللايفات ومش عارف يسافر ويقابل بنات برا ليبيا؟ هل هذا محتوى هادف ويستاهل المشاهدة باش ياخذ مبالغ كبيرة ومشاهدات؟ أكيد لا. وحتى وحدين تلقاهم انشهروا بسبب تافه، وعندي أمثلة واجدة، وحتى هم خذوا مبالغ كبيرة على لا شيء زي جو مش ملايم،
عندكم جميع الشكاليط، بيرلم، ناس انشهرت بسبب كلمة بس، لدرجة إن الناس ما تعرفش اسمهم، تعرفهم من كلمتهم التافهة اللي قالوها. فلو بتعلق وبتقول لي كيف الدولة تدفع لناس تافهة باش يجوا لليبيا وانت اصلا تتابع فيهم، فانت شخص متناقض. لكن في ناس تجي وتقول ان الفلوس دي اولى بها من المواطن، هذه حقيقة، يعني تنعطي للمواطن اولى، ولكن بالله عليك 100,000 تعطيهم ل7 مليون اكيد مش حتدير شيء. ولكن لو الهدف من هذه 100,000 هي تنمية السياحة، فهذا مبلغ بسيط جدا، حتى مليون او مليونين، لان السياحة هي ركيزة مهمة للدولة، ولو عندك السياحة في دولتك قوية فهذا ينمي حتى اقتصاد الدولة اللي انت فيها. وقيت تعليق لقيت يقول اغداق الهدايا والاموال تجعلهم يعودون كلما تحين الفرصة، ولا لا ما فيش مقارنة بين بلادنا وبلاده اللي تشهد تطور يضاهي دول أوروبا. طبعا هذا التعليق كان على هذا المنشور. تكلمت عن الهدايا والأموال، ولكن قالت صاحبة التعليق أن ما فيش مقارنة بين بلادنا وبلاده. خلونا نعطي مثال في دولة السعودية قاعدة تجيب في لاعبين مشهورين يلعبوا في دوريهم وتدفع لهم مبالغ كبيرة. ترى قول لي ليش؟ لأنهم عارفين تأثيرهم مع اللاعبين وكيف أنهم ممكن يأثروا على السياحة في الدولة. هذا وأصلا السعودية سياحيا تعتبر دولة قوية، لهذا نبي نفهم الناس اللي تقول مبالغ هذه حرام تندفع على يدي الناس اللي تجي لليبيا زي الدحيح، زي محمد عدنان، زي أبو سروال، حسن هاشم. أما الناس أصلا هم محتواهم مش تافه، يقدموا محتوى كويس ورسالة وناس مبدعة في محتواهم، ولكن اللي ما يستاهلوش هذه المبالغ هم المغنيين اللي تبيهم من الأخير يديروا في حفلات موسيقية اللي أصلا حرام. وما تنسوش الفيديوهات اللي طلعت لما سمارة جاي لطرابلس، فيديوهات الناس اللي تصور في المساجد كيف فاضية وقت الحفلة. فنعم نتفق مع الناس اللي تقول حرام تندفع للمغنيين اللي يديروا في حفلات، وفي ناس تانية تقول كيف شخص زي الدحيح يقابل رئيس الحكومة الوطنية. هذا الشيء الوحيد اللي نتفق معه مع هذه التعليقات. فعلا ان رئيس حكومة يكون جالس مع صانع محتوى، وطبعا مع احترام لصناع المحتوى وعرفهم انهم صاروا حاجات كبيرة توا، لكن مش الكل. توا شخص زي مستر بيست يقعد مع رؤساء حكومات في دول اخرى عادي، لكن مستر بيست مش بس صانع محتوى، هو رجل اعمال كبير ومليونير او ملياردير ممكن، فهو مش بس صانع محتوى. لكن الدحيح مع انه محتوى مفيد ومش تافه، وفي ناس تقول انه يعطي افكار الحادية وشركية، وهذا الشيء الصراحة ما شفتهش عند الدحيح، لكن مش لدرجة يجلس مع رئيس حكومة وطنية. الهدف والملخص من هذا الفيديو أن في بداية حكيت لكم عن السبب اللي خلى السياحة في ليبيا منتهية، اللي هو الحروب، واللي بدأت بالربيع العربي، حتى وصلنا لمشاريع عودة الحياة وتنمية السياحة في ليبيا. ونبي نفهم الناس أن السياحة مهمة جدا لتطوير الدولة. ولو أنت شخص برا ليبيا نبي نقول لك لو تبي تجي ليبيا تعال، ولو صارت لك اي مشكلة حسابي في الانستا في الوصف، كلمني بس، وانا متأكد مش حتصير لك مشكلة اصلا. وهذا كان الفيديو، ولو عندك وجهة نظر اخرى اكتبها في التعليقات، وشكرا على حسن الاستماع.